هو نهار اسود النهارده بخش اشوف ما اعملش الواد البنطلون ليه؟ انت هادي اللي اسمك ابو الباس، انت نهارك اسود. عن انت هتدوسني بالراحه في بني ادم راجل كسور منك كده. انا بعت له الجرموط ابني بالكلسون ما عملتوش ليه؟ مش عن مش امال ايه الماسوره دي؟ ومتركبه جايه ده انت بقى عليك ترسم حاجه حقيقي. لا بقيت جاي والله. لا والله ما انا جاي ما تقسنيش. انا عايز اخد البنطلون اصلا ده اهو. مالها دي؟ يا ابني انا الخير كله في عندك ما تعرفنيش. انا قلبي نظيف وانا اسود زيك. طب خليت البنطلون الاصفر ده بتاع الولد بتاع الجرموط والسروال ده ضيق حجر. ماشي. بص الطاقه دي فيها جوطه. يا عم دي ما بتتغيرش يا عم، انا مش بتاع جزم. يا عم الشمس بتكون طول النهار. دي عايزه حد بتاع جزم، دي مكنه هدوم. طب ما علينا منه. دي مكان هدوم. ظبط لي الهدوم ده خد، والجلابيه بتاعت الشغل وظبطها اللي بنام بيه. قال لي والله يا ابو الباس دي ما هتلاقي زيه. بص انا عايز اظبط التيشيرت ده اهو، تخيطه وتروجه كده. انا عشان تعمله تسال فيه من اول وجديد. ها؟ دي التوكيل بدل الحضور. دي روح التوكيل. طب كده احنا في مستشفى هنا؟ ها؟ ولا احنا في سجل مدني؟ تقول لي دورك؟ انا لسه ما خلصتش، انا عندي ده انا هنفعك. انا هنفعك بدماغك اللي ماهيش كسبانه ولا ربحانه ده. اسمع من لما تسمع تطلع لي بس. ايوه ام حطت لي الكلسون. الكلسون ده اهو حجره مش عاجبني. بومبات رخينه كده وبتاع ظبطه. ماشي؟ ماشي الحاجه والله. اسمع بس خالص. انت على 2 كيلو وربع. كم؟ 2 كيلو وربع. يا عم تحاسبوا في المرقه هتبقى تضرب نفسين. لا دي اكل عيش. طب ماشي هحاسبك. الثاني بتاع البهايم. هحاسبك. ايه بتاع المهم بتاع البر. طب انا هحاسبك يلا. بس وجايب له 10 حتت. بقول لي الحته ب 2 جنيه الا ربع، يعني 2 الا ربع و2 الا ربع و2 الا ربع. يا نهار اسود، يعني يعملوا له ب 20 جنيه. 20 جنيه وانا عملت لك ما جبت حتى خياره في الضرب العين. ادي اللي ابو الباس بيعمله. وانا بقول له ما عادش بان في المنقه ليه؟ انت مش جايب لي مكنه وقاعد لي عليه. بس خلص والله ما انا عاطيله ولا جنيه. هو جبنا عدل. ايه اللي حضرتك ده لقيتهم مشينا جوه. يخرب بيتك وبيت يومك. والله ما انا عامل لك حاجه خالص. بالغلط. الله يخرب بيتك. حته بنطلون واصل التروس بتاعت المكان. والله العظيم حماده ما غيرش من المحل. الله يحرق قلبك. اسماده. ايه عملت الهدوم؟ ايه الهدوم بتاعتك ما نفعتش وانا رجعت. والله اللي كان قلبي حاسس ان انت اصلا بجلوانات كبير واخرك تحش مرسوم ومرعبد عن الحفل. يا حبيبي بلا فني بلا عنه. قلت لك البنطلون بتاع جرموطه اهو. يا نهار اسود انت خليته شورت. لا شورت عشان نروح البحر. بقول لك ايه كنت في وقت الحزم والله العظيم البيت ديت ما انت واخدها غير لما ظبطت الهدوم. والله ما حطيت البيت ما انا جاي ماشي المقصف. والله ما انت واخدها والله يا باشا. يا ابن فول. لا ربنا كرمني وجبت مكنه، كان بيتنك عليا المجلونات الكبير ده اهو، وعلى الله اشوف وشه مني ولا جاي لي باي حاجه. مين؟ انا ابو الباس اسمه ابو الباس ما تخشش، اوعى تخش هنا انا، اوعى تخش بوشك الوحش العتر ده. وانا مش قلت ما تخشش؟ انا مش قلت ما تخشش؟ استنى بس يا اخي. استنى ايه؟ ماشي من هنا خليني اشوفك العيش بقى. مشي بقى يا ابو الباس، مشي بقى. هو انا عملت لك انت. هو انا جبت لك الهدوم قبل كده يا اخوي وانت رميتهم وقلت ريحتهم معفنين. ما قدر ريحتهم وحشه بجد. انت ريحتهم وحشه بجد؟ طب ماشي والله ماشي يلا. والنبي شغلني معاك. والله ما انت شغال ايه؟ والنبي. لا ده لو هتجرب. انا معاك. بص بقى المكنه دي بقى يا ابو الباس اسرع من اللي كانت عندك واحدث مني. بص ولازم تسخن قبل عشان لا نجرك والله بالمقص. قبل ما تعمل عن زي ما كنت هتدوسنا المره اللي عدت فاكر؟ هو يعني كنت هدوسك بجد. ايه والله كنت هتدوسني. معلش الغرام كان واقفين. مشاك من هنا يلا. النبي تشغلني. يا عم قلت لك ما تخشش من الاول، انا تعبني ليه؟ النبي يا اخي. ما انتش شغال معايا. اي حاجه. لا ما انتش شغال. اي اشيلك في الكوبايه دي. اي حاجه ولا تشيلي ولا شيلة. انا بادر على قدام. لا انت مجرولات كبيره اخرك تقعد في الملقى هناك. انا بادر على قدام عشان ما اخليش شغل تضيع عليه. خد اكنس اسم المحل ده. حاضر. اكنسه. حاضر يا معلم. اكنسه وظبطه كده. تعالى اكنس تحت رجلنا. تحت رجلنا يعني. حاضر. حاضر يا معلم. بس ان شاء الله تنكنس تحت عربيه اكنس.
معلم انا كنت بهزر معاك بدون ما عليك. اكنس ومشي من هنا. بقول لك ايه يا ابو الباب؟ مبسوط منك كده؟ بقول لك ايه؟ قول يا مالك. كده ايوه كده، واللي انت عايزه هتاخده. اه انا هجيب لك بص حنفيه زي ده ايه تحطها على كتفك عشان الناس تعرف انك انت شغال مع المعلم سميدة الترزي. انا زبون مغشي. ايوه سيب. انت حبيبي معلم. اصبر بقى اسمعني. هتلف على الناس مال؟ ناشف تقول لهم اللي عنده بوكس واللي عنده كذا. ترى المكنه مش شغلت لوحدها يعني. ايه يا معلم؟ انت حسبتها يعني. انت لما بتدرك المكنه دي كانت غاليه عندك لازم تدوس لها بنزين عشان تشتغل. والفرامل بص فرامل عادي. ما انا حسيتك. ده انا حبيبك. انا بقول بس صاحبك وحبيبك ودراك لمين؟ طب بص هتلف على الناس زي ما قلت لك وتقول لهم اللي عنده مفرش واللي عنده شكاير واللي عنده عشان هجيب مكنه ثانيه وهنشتغل ونكبروا المحل دي ورجلي على كتفك هنكبروا ونعملوا المشروع دي برضه. خلاص تقول لهم سميدة سميت. والله يا ابو الباس هات البرادوسه دي عشان الف. اما ظبطت حالك معايا ما كرشه. بس هقول لك اكنس المحل دي قبل ما تمشي ولا اقول لك ماشي عشان الحب. ايوه لما تيجي يبقى تكنسه. اقول لهم ان عنده شكاير قديمه. اي حاجه قديمه عاوز خياطي يجيبها للمعلم سميدة هنا. يلا روح. حاضر يا معلم. انا دراك لمين؟ ايوه روح بقى يلا بقى ما تكتبش على نفسك انت ياما كده ما والله ما حد قفل المحل ده الا انت اللي عارف بوشك باظ المكنه هلا الكلب يا وسخ انت الجلوان ده كبير انا عارف ما عندكش ضمير في الحاج. مشي من هنا مشي بقى روح لله اذهب بوظ المكنه يا والله انت شغال معايا لا تروح للناس ولا يلا مشي انت لله. مش عايز اشتغل. انا خدت البتاع اللي انا كنت عايزها هي دي اللي كانت جايبها لي الحظ. طب مشي من هنا مشي.